مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريتري نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. دعوة لوقف انتهاكات مرسوم استخدام الأراضي بإقليم القاشبركة. إحياء يوم السلام العالمي. تكريم الطلاب المميزين في كلية العلوم بما ينفي. ترامب يحث إيران على إبرام اتفاق ويبحث تمديد الحصار. اتصال لأكثر من 90 دقيقة بين بوتين وترامب حول إيران وأوكرانيا. تركيا وأرمينيا تتجهان إلى تعاون يتجاوز الخلافات. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. دعا حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي الحروي في اجتماع عقده بمدينة بارنتو لممثلي الشعب والهيئات الحكومية يوم 28 من أبريل، دعا إلى العمل بجدية للحد من انتهاكات مرسوم استخدام الأراضي واستغلالها. وقال السفير محمود أن الهدف هو تصحيح أوجه القصور في عملية توزيع الأراضي للسكن والمؤسسات، سواء كان ذلك عن وعي أو عن غير وعي، والتوصل إلى حل مرحلي يرتكز على مراسيم وتوجيهات استخدام الأراضي وإجراء رقابة جادة، داعيا إلى المشاركة الواعية في وقف الانتهاكات غير القانونية. أوضح السفير محمود أنه بالرغم من اتخاذ تدابير جزئية من حين لآخر للتخفيف من مشكلة السكن، إلا أنه لا تزال أوجه قصور لم يتم حلها في مدن بارنتو وتسني وقردات، مضيفا وجود برامج حكومية لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، ومشيرا إلى أن الاستيلاء على الأراضي وبيعها بشكل غير قانوني والبناء دون تصريح من الممارسات غير القانونية ويجب الامتناع عنها. من جانبهم أوضح المشاركون في الاجتماع بأن السبب في انتهاكات مراسيم وتوجيهات استخدام الأراضي هو التأخير في توزيع الأراضي، منادين بضرورة البدء في توزيع الأراضي والبناء على أساس دراسات دقيقة ومراقبة جادة، واتخاذ إجراءات تصحيحية ضد منتهكي قانون الأراضي، وتصحيح الممارسات العرضية التي تشجع على الاستيلاء على الأراضي، مؤكدين على العمل للسيطرة على الأنشطة غير القانونية. وأوضح مدير مديرية بارنتو السيد تسفأل بحتها كثرة المطالب الشعبية المرتبطة بالأراضي في حين لم يتم تلبية سوى القليل منها حتى الآن. وعد على الهيئات الحكومية وممثلي الشعب المعنيين والإدارة وتنظيمات الجبهة وممثلي الشعب إلى المشاركة الواعية في تنفيذ البرامج التي تتطلب عملا منسقا ورقابة جادة. تم الاحتفال باليوم العالمي للسلامة في العاصمة أسمرة يوم 28 من أبريل بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والكونفدرالية الوطنية للعمال تحت شعار فلنطور ثقافة السلامة. وأوضح مسؤول رقابة العمل في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد يوسف تسفاي أن الهدف من برنامج إحياء هذه الذكرى هو رفع مستوى الوعي والتعاون بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال حول أهمية السلامة والصحة في مكان العمل، وأشار إلى أهمية تطوير ثقافة السلامة، مشددا على الالتزام القوي من جانب هيئات إدارة المؤسسات والمشاركة الفعالة للعمال والتواصل الشفاف والتدريب والتعليم المستمر والمنتظم. وقال المستشار القانوني في الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد هايلة تسفا ميكائيل أن بيئة العمل الآمنة هي أساس التنمية الاقتصادية، ويمكن ضمان السلامة والصحة في مكان العمل من خلال معايير الجودة العالية. وأشار إلى تجربة الكونفدرالية الوطنية للعمال في إنشاء لجان السلامة في المؤسسات، موضحا بأن ضمان بيئة عمل صحية وآمنة يبدو في المقام الأول مسؤولية أصحاب العمل، إلا أن مساهمة العمال والحكومة أمر ضروري. وقدم السيد بنيام محفروم خبير السلامة والصحة في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية شرحا حول معنى وأهمية السلامة والصحة في مكان العمل. هذا وكان قد نظم مسبقا أسبوع السلامة في مقر شركة بالدهور للإنشاءات بحضور ممثلين عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والكونفدرالية الوطنية للعمال ومديري وعمال الشركة. أحيت البلاد اليوم 30 من أبريل اليوم الإفريقي للتطعيم في حفل أقيم بالعاصمة أسمرة. أوضح مسؤول وحدة الاتصال والتدريب في وزارة الصحة السيد أماني القرمازين أن السبب الرئيسي للاحتفال بيوم التطعيم في أفريقيا هو تقييم وضمان استدامة اللقاحات التي تم إدخالها لحماية الأطفال والمرأة في سن الإنجاب من الأمراض وفقا للمعلومات والمعايير الدولية الحالية. وذكر منسق البرنامج الوطني للتطعيم السيد تيدروس حدوغو إدخال 14 لقاحا يقدم بانتظام في البلاد، موضحا تسجيل 150 حالة وفاة لكل 1000 طفل في البلاد بداية الاستغلال، ونتيجة لوصول تغطية التطعيم حاليا إلى 98%، فقد انخفض عدد الوفيات إلى 35.
وقدمت طبيبة الأطفال الدكتورة زغريدا محاري ورقة بحثية حول سياسة التطعيم والإرشادات وأهمية التطعيم ضد التهاب الكبد B وسرطان عنق الرحم. وأخيرا تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة التي نظمت على شرف المناسبة. هذا وتم إحياء اليوم العالمي للتطعيم في أفريقيا لعام 2026 بمختلف المناشط في الفترة من 24 وحتى 30 من أبريل. قامت كلية العلوم بماء نفحي أمس بتكريم 537 طالبا حققوا نتائج متميزة في أنشطتهم الأكاديمية خلال النصف الأول من العام الدراسي 2025-2026. حصل الطلاب المكرمون على درجات تتراوح بين 3.25 و4 نقاط كاملة في الفصل الدراسي الأول. وقال عميد الكلية البروفيسور جبرايس قدوم أن أخلاقيات الاجتهاد القوي والانضباط الشخصي وإدارة الوقت والتفاني والعزيمة هي سمات الطالب الناجح، موضحا بأن الغرض من البرنامج هو تقدير جهود وإنجازات الطلاب وغرس المنافسة النبيلة في نفوس الطلاب. وأضاف البروفيسور جبراي أن 468 من الطلاب المكرمين هم في السنة الأولى، وأن 104 منهم حصلوا على 4 نقاط كاملة وهو أعلى من السنوات الثمان السابقة. وذكر بأن 59% في السنة الثانية والثالثة و37.4% من طلاب السنة الأولى هن من الطالبات، مما يؤكد على تزايد مشاركة الإناث وقدرتهن التنافسية. وأفاد الطلاب بأن دعم وتشجيع الآباء والمعلمين ومجتمع الكلية ساعدهم على النجاح في دراستهم. هذا وتضم كلية العلوم في ماء نفحي حاليا 2078 طالبا يدرسون علم الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات والإحصاء والجيولوجيا. شهدت مديرية عتة كليزان ارتفاعا ملحوظا في نسبة الالتحاق بمرحلة التعليم التمهيدي، حيث بلغت نسبة الالتحاق بهذه المرحلة 63% بالتزامن مع افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة. وأوضح مسؤول المؤسسات التعليمية في المديرية الأستاذ سرافيل قبل قرقيش أن مرحلة ما قبل التعليم تعد أساسا مهما في بناء شخصية الطالب وتأهيله لمراحل التعليم اللاحقة. وأشار إلى أن عدد مؤسسات التعليم التمهيدي ارتفع من 10 إلى 22 مؤسسة، مما ساهم بشكل مباشر في تقليص المسافات أمام الأطفال وزيادة فرص الالتحاق. كما لفت إلى أن تباعد القرى يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، خاصة في منطقتي معلدي وبقسا، مؤكدا وجود خطط لإنشاء فصول دراسية إضافية في عدد من المناطق، من بينها بقسا، إلى جانب توسيع البنية التعليمية في معلدي وهبرنقاغا. وبحسب البيانات تضم مديرية عتة كليزان حاليا 38 مؤسسة تعليمية، منها 22 للمرحلة التمهيدية و10 مدارس ابتدائية و4 مدارس إعدادية ومدرستان ثانويتان. تم الاحتفال في سينما روما يوم 29 من أبريل باليوم العالمي للرقص للمرة الثامنة. أوضح الفنان كحساي قبريويت في الحفل الذي حضره مفوض الثقافة والرياضة سفير زمد تخلي أن هذا اليوم مهم لأن الرقص مرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الإنسان وعلم النفس والتاريخ والمعتقدات والقيم الثقافية والاجتماعية وهوية المجتمع. تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الرقصات التي قدمها راقصون ذو خبرة، بالإضافة إلى الشباب والأطفال الذين ترعاهم الجمعيات الوطنية للصم وذوي الإعاقة الذهنية. هذا ويجري الاحتفال باليوم العالمي للرقص للمرة 108 على مستوى العالم. نظم في مديرية التسنية خلال الفترة من 26 وحتى 28 من أبريل أسبوع للتنظيمات الشبابية تحت شعار الإبداع الشبابي ودوره في التنمية والحفاظ على الموروث الثقافي، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات الشبابية. وجاء تنظيم هذا الأسبوع بتنسيق مشترك بين فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا وقسم الثقافة والرياضة بإقليم القاش بركة، حيث تضمن البرنامج عددا من الأنشطة المتنوعة شملت مسابقات في المعلومات العامة والمناظرات وإعادة أداء الأغاني، إضافة إلى منافسات في الشعر والقصة القصيرة ومعارض للأعمال الإبداعية والفنية، إلى جانب عروض للفلكلور الشعبي والتعريف بالآلات الموسيقية التقليدية. أوضح مسؤول مكتب فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في المديرية السيد ملس قبراي أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتنمية قدرات الشباب وتعزيز معارفهم، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين الإدارات المحلية والشركاء. من جانبه أكد القائم بأعمال فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في إقليم القاش بركة السيد ماريقوس قرماي بأن هذه المبادرة تسهم في تمكين الشباب من الحفاظ على قيمهم الثقافية والتاريخية، إلى جانب تنمية مهاراتهم الإبداعية وصقل مواهبهم. بدوره أشار مدير مديرية التسنية السيد سيوم جابريسوس إلى أن البرنامج يتيح للشباب فرصة اكتساب المعرفة والمهارات بأساليب تفاعلية، مؤكدا استمرار دعم الإدارة لمثل هذه الأنشطة وتطويرها مستقبلا.
مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. قال مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع مسؤولين بشركات النفط الأمريكية سبل تخفيف آثار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، والذي قد يمتد لأشهر، فيما حث طهران على التعقل سريعا وإبرام اتفاق. وجاءت المباحثات مع المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط بعد جمود في الجهود الرامية لحل الصراع الذي دفع الولايات المتحدة إلى محاولة الضغط على صادرات النفط الإيرانية عبر حصار بحري لإجبارها على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وقال مصدر باكستاني أن واشنطن وطهران تبادلتا تهديدات علنية في وقت سعت فيه باكستان التي تطلع بدور الوسيط إلى الحيلولة دون التصعيد، فيما يواصل الطرفان تبادل الرسائل بشأن اتفاق محتمل. وتوعدت إيران بمواصلة تعطيل حركة الملاحة عبر المضيق ما دامت تتعرض للتهديد، مما يمكن أن يفاقم اضطرابات إمدادات النفط في الشرق الأوسط في ظل صراع أودى بحياة الآلاف وعصف بالاقتصاد العالمي. وحذرت طهران من عمل عسكري لم يسبق له مثيل ردا على استمرار الحصار الأمريكي الذي يستهدف حركة السفن المرتبطة بإيران. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب استمر أكثر من ساعة ونصف، وتركز بشكل أساسي على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الملف الإيراني إلى جانب الأزمة الأوكرانية. وقال مساعد الرئيس الروسي شاكوف أن المحادثة كانت صريحة وعملية، مضيفا أن الرئيسين أوليا اهتماما خاصا للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج. وأشار إلى أن بوتين اعتبر قرار ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران صائبا، لأنه يتيح فرصة للمفاوضات ويسهم في استقرار الأوضاع، محذرا في الوقت نفسه من أن أي عملية برية أمريكية ضد إيران ستكون خطيرة. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بات وشيكا، فيما أكد بوتين أن القوات الروسية تمسك بالمبادرة على الأرض. قطعت تركيا وأرمينيا خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات بينهما بعد عقود من قطع العلاقات والخلاف العميق بشأن مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن. واستبدلت أنقرة ويريفان هذا العام بحالة التوتر والتراشق التي كانت تصاحب إحياء ذكرى الإبادة المزعومة العمل على مشروعات تعاون تسهم في دفع جهود تطبيع العلاقات المجمدة منذ عام 1993 بسبب النزاع على إقليم ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان. وسط ترحيب أمريكي عقد في مدينة كارس الحدودية مع أرمينيا في شمال شرق تركيا اجتماع لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين، والتي تشكلت بهدف إعادة تأهيل وتشغيل خط السكك الحديدية بين كارس ومدينة يومر الأرمنية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الاجتماع جاء في إطار تفاهمات جرى التوصل إليها ضمن مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، والذي انطلق منذ عام 2021. في الخبر الأخير، قال علماء من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للإرصاد الجوي أن معظم أنحاء أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المعدل المتوسط في عام 2025، وهو العام الذي حطم الأرقام القياسية في حرائق الغابات ودرجات حرارة البحر وموجات الحرارة مع تفاقم تغير المناخ. وذكرت المنظمة العالمية للإرصاد الجوية وبرنامج خدمة كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ والتابع للاتحاد الأوروبي في تقريرهما السنوي عن المناخ في أوروبا أن 95% على الأقل من القارة شهد درجات حرارة أعلى من المتوسط، بينما التهمت حرائق الغابات أكثر من 1,000,000 هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من قبرص وأكبر إجمالي سنوي مسجل. وتعهد الاتحاد الأوروبي بالالتزام بأهدافه البيئية، لكنه خفف بعض القواعد المناخية للسيارات والشركات العام الماضي بعد ضغوط من القطاع لمساعدة الشركات المتعثرة. لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دعوة لوقف انتهاكات مرسوم استخدام الأراضي في إقليم القاش بركة. إحياء يوم السلام العالمي. تكريم الطلاب المميزين في كلية العلوم بما ينفي. ترامب يحث إيران على إبرام اتفاق ويبحث تمديد الحصار.
اتصال لأكثر من 90 دقيقة بين بوتين وترامب حول إيران وأوكرانيا. تركيا وأرمينيا تتجهان إلى تعاون يتجاوز الخلافات. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.